في حي صغير ببغداد، كان أكو شاب اسمه كرار. الناس تعرفه على إنه بارد، دايما ساكت، ما يدخل بمواضيع، ما يضحك، وما يشارك بأي شيء. إذا صار شيء تلاكه بعيد، ما يحب يتدخل، وكلش يقوله مو شغلي. الكل كانوا يضحكون عليه، هذا حتى نفسه ما يعرف يحجي وياها. لو واحد يوقع يمه، يمكن يظل يتفرج عليه، وصار مثل المثل الشعبي: ساكت مثل كرار. بس بيوم من الأيام صار شيء غير كالشي. كان يوم صيفي حر جدا، الناس تعبانة من الحر، وأغلبهم واقفين يشترون حاجات من السوق. وفجأة طلعت نار من دراجة نارية مركونة من محل صغير. بالأول النار كانت خفيفة، الناس تباوع، تصيح: ها نرر، بس محد تحرك. الكل ظل يباوع وكأنها مشهد فيلم. بس شخص واحد فقط تحرك: كرار. ركض بكل قوته، صاح: جيبوا ماي، جيبوا بطانية. دخل على محل الغسل، طلع الصوندة، وبدأ يرش، لكن النار كانت تكبر وتكبر. ما استسلم ركض، جاب طفاية حريق من المحل الثاني، بدأ يرش بكل قوته، وجهه كله دخان، عيونه تدمع. بس ما وقف، شاف طفل قريب جدا من النار، ركض له، شاله، ووداه لأهله قبل لا ترجع النار تأكله. الناس قاموا يركضون، يساعدون، يرشون ماي، بس الكل كان يقودهم شخص واحد: كرار. بعد أكثر من 5 دقائق، نار مستعرة ودخان يملأ السوق أخيرا طفت. مكو إصابات، مكو خسائر بشرية، بس لو تأخرت دقيقة وحدة جن صارت مصيبة. وكل لبال سوق أنصدموا ويكولون: هذا هو كرار اللي كنا نضحك عليه، مستحيل هذه نفس الشخص. العبرة ما تحكم على أحد من شكله أو من صمته. مو كل ساكت ضعيف، ومو كل هادئ جبان. الرجولة تعرف وقت الشدة، والشجعان يبوانون لما الناس كلها تنهار.